متابعينا الكرام، ويتجدد لقاؤنا مع النشرة الأسبوعية وحصاد أسبوع من التميز من داخل صرح الأكاديمي، يجمع بين الريادة العلمية والتفوق الرياضي والأكاديمي. بداية مع هذا الخبر: كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية تستعد لانطلاق الاختبارات النظرية للفصل الدراسي الأول السبت المقبل. تستعد كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية لانطلاق الاختبارات النظرية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026، وذلك يوم السبت الموافق 27 من ديسمبر عام 2025 وفقا للجدول الزمني المعتمد من إدارة الكلية. هذا وتعقد الاختبارات تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عميد الكلية. وأكدت إدارة الكلية على تهيئة اللجان الامتحانية بشكل كامل وتوفير بيئة مناسبة للطلاب مع الالتزام بالقواعد والضوابط داخل اللجان تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. وفي هذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عميد الكلية أن الكلية تولي ملف الامتحانات أهمية قصوى، مشيرا إلى أن الاستعدادات جاءت مبكرا وبصورة دقيقة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية منذ اليوم الأول. وأضاف سيادته أن الاختبارات تمثل محطة أساسية لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب وتعكس مدى فاعلية العملية التعليمية داخل الكلية، مؤكدا حرص إدارة الكلية على توفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية المعتمدة. بقيادة أكاديمية واعية، علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية تعزز ثقافة التميز وتحتفي بمبدعي مناهج التربية البدنية في إطار توجه أكاديمي يعلي من قيمة العطاء العلمي ويجعل التقدير جزءا أصيلا من منظومة العمل الجامعي. نظم قسم مناهج وطرق التدريس بالكلية احتفالية لتكريم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ممن قدموا نماذج متميزة في الأداء العلمي والابتكار التعليمي. قام الأستاذ الدكتور طه صبحي طه رئيس قسم مناهج وطرق التدريس بالكلية بتكريم كل من الأستاذ المساعد الدكتور أحمد محمد كمال والمعيد يوسف الصباغ تقديرا لجهودهما المتواصلة في تطوير المحتوى العلمي للمقررات الدراسية. أكد الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عميد الكلية أن هذا التكريم يعكس رؤية الكلية التي تسعى إلى تخريج كوادر مؤهلة علميا وفكريا قادرة على مواكبة تطورات المجال الرياضي والتربوي والمساهمة بفاعلية في بناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري محققا أعلى معايير الجودة. متابعينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأهم الأنشطة والإنجازات والفعاليات المنفذة على مدار الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة.